الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. علم ما كان وما سيكون، ولو كان كيف يكون. كل شيء عنده بمقدار، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله. يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وقام وحج وصام ونصح لله وجاهد فيه حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي العفاف والنهى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، لا وصية مبذولة ولا تذكير مطروح يقرب إلى الله من تقواه سبحانه، فاتقوه وراقبوه على كل حال، واعبدوه كأنكم ترونه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم، والعاقبة للتقوى. أيها المسلمون، في شهر رمضان المبارك تتجلى أسرار الخوارج، وتترادف حلقات حكم البوابل، يتضوء بعضها على بعض بحيث لا يمل كثرة الحديث عنها، فلا يخلق جدته ولا يبلى تطبيعه ولا تفهم سيرته، بل قد يحلو أو يعلو إذا أعيد وتكرر، كما يحلو مذاق الشهد عند تكليله. ولأجل ذا عباد الله، ما برحت النفوس المسلمة تشرئب لمثل هذه الإغلالة السنوية، والتي تعم المدر والوبر ما عم الأجسام الليل والنهار. فلا ضر إذن عباد الله حين نسلط الضوء ولو قليلا على ما نصحح به بعض مفاهيمنا أو رتابتنا مع شهر رمضان، وما نحيي به ما تراكم عليه غبار النسيان في النفوس، حين يتخذ كثير من الناس في هذا الشهر صورة تقليدية تحكمها حركة العادة لا حركة العبادة. ففي هذا الشهر المبارك عباد الله تشد النفوس إلى الدين والتدين، يذكرهم هذا الشهر بحق الله تعالى عليهم، تشم رائحة التدين في أكثر من مجلس يجلس فيه، يحث في إقبال الناس على العبادة والعمل الصالح، حتى إنهم يرفعون بذلك درجة الاستعداد لتغيير ما في النفوس حتى يغير الله ما بهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يشعر الكثيرون في هذا الشهر المبارك بضرورة هذا الدين لهم كضرورة الماء والهواء، ثم إن كل أمة تهمل أمر دينها وتعطل كلمة الله في مجتمعها، فإنما تهمل أعظم طاقاتها وتعطل أسباب فلاحها في الدنيا والآخرة. وكل أمة يفقد التدين في مجتمعها، فلا جرم أن أمورها تضطرب ويموج بعضها في بعض، فيقلب الله عزها ذلا وأمنها خوفا وإحكامها فوضى. في شهر رمضان المبارك ترتفع معايير القوة لدى المرء المسلم، ترتفع معايير القوة لدى المرء المسلم، بحيث يصعب ابتزازه إذا هو أحسن الإعداد فيه وأدرك
سرا عظيما من أسرار هذا الشهر، قد تمثل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: لأن في الصوم تضييق مجال الشيطان من العبد بتضييق مجال الطعام والشراب. فالخشية إذا كل الخشية عباد الله على أنفس مسلمة لم تجعل للشيطان حسابا في واقعها، وباتت غير لاقحة بمكره وألاعيبه هو وجنده من الجن والإنس. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إنه مما لا شك فيه أن النفوس المسلمة قد تكون معترفة بقابليتها لألاعب الشيطان ومكره لكونها غير معصومة، إلا أن بعض هذه النفوس قد اعتقد أهلها أنهم محميون ضد آثاره وإفساده بعد أن كونوا حولهم حالة زائفة من الاطمئنان لأحوالهم وأوضاعهم الرتيبة، مع الاكتفاء بظواهر طفيفة من الإسلام، حتى أمسوا وكأن ما يحملونه هو الإسلام فحسب، مما يحرمهم ولا شك من إصلاح أخطائهم من جهة، ومن الاستفادة من الصواب الذي يأتي به الخير من جهة أخرى. ألا إن هذا هو الشلل الأخلاقي بفضله وفضيله، وهو الارتضاع من ثدي الهوى بعد الفطام، مع أن الرضاع إنما هو للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء والذين يتضورون على مرارة الفطام. فلا جرم عباد الله إذ الهوى بكاية، وكم من صنديق في غبار الحرب أرسيل. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه البخاري ومسلم. إن الشعور الدائم بالتقصير هو الشعور الإيجابي المثمر الذي يدفع للعمل الآني واليومي، كما أن الشعور بالكمال العقيم شعور عاطفي لن ينفي عن كل مسلم مسؤوليته أمام الله عن أي سوء في حاله أو سلوكه أو حياته، دينيا كان أو دنيويا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به. أيها المسلمون، كثيرون هم الذين يتحدثون من على منابر متنوعة عن شهر رمضان وأنه شهر البطولات والأمجاد، وهذا أمر لا مراء فيه ولا جدال، غير أن الذي يجب تأكيده والثبات عليه هو أن البطولات والأمجاد لا تنال بمجرد التمني والتخيير في حين إن القلب غافل لاهٍ. ألا إن للبطولات والأمجاد ثمنا يندر تحصيله والوقوف عليه، لأن سلعة الله غالية، وسلعة الله هي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. إن هذه السلعة عباد الله هي الرابط الأساس بين المؤمنين وبين نصر الله لهم، وأنهم كلما كانوا إلى تحصيل هذه السلعة أقرب كان النصر إليهم أقرب، والعكس بالعكس. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى عن غزوة أحد حين لاق فيها المسلمون أول هزيمة لهم إذبان أو بكيانهم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن أثر المعصية وشؤمها على المجتمعات المسلمة لفي أمر مريض من كثرة المواقعين لها والعافين من سيعانها كملهين. ألا إن للنصر شروطا، منها جد المعاصي والنهي بالنفس عن أن تواقعها أو تتراءى لها. ولا أدل على أثرها في الخذلان والهزيمة أمام العدو
من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أحمد في مسنده عن هزيمة أحد: فلو حلفت يومئذ رجوت أن أضر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن طريق المسلمين إلى النصر هو في سلوك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحيا ليله في بدر وهو قائم يصلي وينظر بالحي القيوم، ليتأكد من خلال هذا عظم شأن الصلاة واللجوء إلى الله في كشف الملمات ورفع النوازل. فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. إن شعوبا لا تخاف إلا الله لن يغلبها من لا يخاف الله، وإن من لا يعرف إلا الحق لن يغلبه من لا يعرف إلا الباطل. فجند الله هم الغالبون بالسيف والسنان كما أنهم هم الغالبون بالحجة واللسان، غير أن الأمر قد بات من الخطورة بحيث يوجب البحث عن الأسباب المفضية إلى ضعف المسلمين وإلى تكاثر خسائرهم الفادحة، ثم ننظر إلى مصدرها: هل هو خلل ثقافي أو عوج خلقي أو تضارب سياسي واجتماعي؟ وما الذي أفسد الأمة كيانها وجعلها تتلقى الضربات تلو الضربات ثم هي تطلع أمامها؟ عباد الله، في شهر رمضان المبارك يدوس عبر الأجواء المطمئنة خلق الرحمة والتراحم بين المسلمين، الذي هو مفتاح القبول لدى القلوب، والذي يضع الحياة الهانئة محل الجاهلية الجهلاء والأثرة العمياء، فيرهب الطمع وتجن فيه النفس، إذ هذا هو الدواء إذا استشرى الداء، وهو النصرة حين تفقد القوة. إنه لو أدرك المرء المسلم أن أول حق للمسلمين عليه أن يحمل في نفسه معنى الناس لا معنى نفسه، لعلم أن من فوق الناس بنفسه الكبيرة دون تميز كانت عظمته في أن يفوق نفسه الكبيرة. بهذا الأثر الطيب يحس المرء بقيمة المال لما يحققه من مصالح ويضمنه من منافع. إن الأمة المسلمة يوم يكون مالها أداة ترف ومصدر استعلان وطغيان، ويوم يكون الأغنياء وذوي اليسار أحلاس شح وبخل، فالويل والخسران لأمة أورثها مالها هذه الحال. الجمع بين الصيام والصدقة موجب من موجبات الجنة، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى والناس نيام. رواه أحمد والترمذي. إن من الفتوى عباد الله أن يمنع الواجب المعونة، وأن يتقلب في رغد من العيش وسعة من الرزق، ومن أبقت عليه ظروف الحياة في شدة من الضيق وألم من الإعسار، ومن هذه حاله فلا جرم أنه قلب خال من الشفقة، وكأنما قد قلبه من صخر صلب، فهو بعيد من رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن المال ضاج ورائح ومقبل ومدبر، وما هو إلا وسيلة للإنفاق والبذل وبلوغ الأرب الأخروي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. رواه البخاري ومسلم. فرحم الله عبدا كتب فتطهر واقتصد فاعتدل ورزق فأنفق وذكر ربه ولم ينس نصيبه من الدنيا. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ويا طيبة من طغى عليه ماله وأضاع دينه وكرامته فضل وطغى أن رآه استغنى. وكان من الذين قال الله فيهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إن الواجب على الأمة المسلمة أن تعظم الدينار والدرهم لئلا تستعبدها المعاني المنحرفة من نظرة للمال والحياة،
فيكنز الغني مالا ويكنز ذو المسقبة عداوة. وليعلم الجميع أن العزة في الإسلام بإنفاق المال لا بإمساكه، وفي بذل الحياة لا بالحرص عليها، وفي اعتبار الغني ما يعمل بماله لا ما يجمع منه. بهذا كله غلب أهل الإسلام الأمم، لأنه قبل ذلك غلبوا النفوس والشهوات. ألا إن النعم لا تدوم، وإن مع اليوم غدا، وإن بعد الحياة موتا، وإن بعد الموت لحسابا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، أحمده حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان فصام وصلى وتعبد. أما بعد، فيا أيها الناس، حسن العبادة وأخرى الطمأنينة الناتجة عن الذكر والتذكير والمدارسة في هذا الشهر المبارك تبدو واضحة جلية في استشعار عظمة هذا الشهر والإحساس بحرمته وهيبته، والبعد عن المنغصات والملهيات التي تفسد على المرء دينه أو تشوش عليه عبادته أو تخلق له جوا من المتضادات اللامسؤولة. فكما أن للشهر مرغبات وحوافز، فإن هناك مسعدات ومنغصات ينبغي أن يذم المسلمون نفوسهم عنها. فمن ذلك عباد الله ما يشاهد من حركة نشطة واستنفار مثير للدهشة في برامج مرئية عبر أقمار متنوعة تفتقد إلى الحدث المنشود، من خلاف عقل ما يخدش الحياة أو ينشر الإثم، مما يحرق الدين قبل حلق العفاف والحياة، فيبرز الطرب والسهر والذي يتناوش الرشيد والسفيه والقويم والفاسد. وكأن معدي تلك المشاهد قد رأوا الأمة في حالة من المحاصرة عن الترويح بحلول هذا الشهر المبارك، أو أنهم على شفا جرف هلكة لا يتم الإيناس فيها والتعويض عن الصوم والإمساك فيها عما يرضي الله إلا بمثل ذلك. فلا غرو أنه بذلك يختل برنا برمضان، ثم إن الأمة بذلك تخسر في كل لحظة مواطنا صالحا يضل بسبب مشهد يغش به ويخدع ويسرق ويقتال ويتعلم مما يرى كيف يتخلص من عقوبة السرقة، أو بفتاة فاتنة يطورون فكاكها من غيرة وليها بالتضليل عليه، أو بالتعويل على نسبة الاختلاط بين الجنسين. وليس بمثل هذا يترفه الناس ولا يتعلم الناس ولا يصلح الناس، إذ كيف يستقيم الظل حينئذ والعود أعوج. ومنقص آخر من المنقصات في هذا الشهر المبارك يتمثل في وضع الشباب والفتيات حينما يبذلون أوقاتهم فيما يذهب تبهللا، بحيث لا يؤوي الشباب إلا الطرق والممرات، فيزعجون ويوقظون ويسحرون ويضايقون حتى تبدو الممرات والطرق وكأنها لهم مأدبات إبليسية بالتلقي القبيح من القول والسيء من الفعل. وأما الفتاة المسلمة فبإضاعة وقتها بالتفنن بأنواع الطعام والشراب إن هي أحسنت، أو أن تكون خراجة ولاجة جريا بين الأسواق أو أماكن العبادة دون تقيد بآداب الشرع أو إعطاء الطريق حقه بالحكمة والستر والبعد عن أن تفتن أو تفتن، فتحمل بذلك الوزر من حيث أرادت الأجر. وليس ذلك كله بمعفن الوالدين عن المسؤولية، فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.